السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. تعالوا النهاردة نحضر مع بعض الفطير المشلتت الفلاحي على اصوله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان طريقة فرد جديدة هتطلع معاكي الفطيرة مورجة وهتخلي طعمها وريحتها مش قادرة اقول لكم على الحلاوة والجمال. زي ما انتم شايفين كده شكله عامل ازاي. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا معايا نص كيلو من الدقيق، اي كميه انت عايزاها وانت اللي بتحددي حجم الفطيره بتاعتك. هنا معايا نص كيلو من الدقيق، نزلت عليها بمعلقه واحده بس من السكر، وعلى طرف المعلقه كده من الملح، وزيهم بالظبط بيكنج باودر. يعني ربع معلقه صغيره من الملح وربع معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه واحده بس من السكر. هنزل عليهم بميه من الحنفيه، ميه عاديه علشان احنا في الحر. لو في الشتاء بتضفي الميه، لو في الصيف بتخلي الميه عاديه بدرجه حراره المطبخ. هنزل بالميه واحده واحده كده تدريجيا، لو انا هعجن في العجان لو هعجن على ايدي برضو واحده واحده كده لحد ما العجينه تاخد كفايتها من الميه. انا عايزه العجينه بتاعتي لينه، مش عايزاها ناشفه ومش عايزاها طريه. انا عايزه العجينه المسها بايدي مش تلزق فيها ايدي. انا عايزه العجينه تكون طريه، مايله ان هي تكون طريه شويه بس مش عايزاها جافه. زي ما انتم شايفين كده هفضل اعدل في العجينه لحد ما العجينه تنعم معايا. اهم خطوه ان الفطير يطلع معاكي مظبوط طريقه العجن بتاعته، لازم تديله كفايته كده في العجن. يعني اقل حاجه لو هتعجني على ايدك ربع ساعه. هنا بقطعت العجينه زي ما انتم شايفين كده على 8 قطع. بعد كده بسيبها بغطي عليها وبسيبها تستريح حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. انا بصراحة هنا ما سبتهاش تستريح عشان انا كنت مستعجلة، حتى تحس ان الفطيرة في ايدي بتلم ترجع تلم تاني. سيبيها تستريح اقل حاجة 10 دقايق عشان تسهل معاكي عملية الفرد. انا هنا حطيت اول حاجة كده واحدة زي ما انتم شايفين، وفردتها بشوية من السمنة وبطبقها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. يعني انا فردت اول واحدة زي الفطيرة كده، وبعد كده حطيت عليها السمنة الكفاية بتاعتها، وكمان بحط فيها واحدة جوه واحدة. يعني أنا أول واحدة بعملها بعمل كله زي بعضه، يعني واحدة الأولى بعملها بطبق التانية عليها وهكذا. زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة، والكمية كلها بعملها كده بنفس الشكل. طبعا السمنة والزبدة أو سمنة بس أو زبدة بس زي ما انت عايزة براحتك. لو انت بتحبيه مغمور أو السمنة بتاعته زيادة بتزودي، لو انت بتحبيه خفيف سمنة او زبدة بتخفي ان انت تحطي بين الطبقات كده سمنة تخليها خفيفة شوية. انا من الناس اللي بحب الفطيرة تكون خفيفة سمنة بصراحة. انا هنا حطيتها في الصينية بتاعتي بعد ما خلصت الكمية كلها الثمان قطع بتاعتي. حطيتها كده في الصينية تستريح حوالي 5 دقايق علشان تسهل معايا عملية الفرد. وبعد كده حطيت، ممكن تحطي قشطة على وشه او تحطي شوية من السمنة براحتك، او تحطي شوية من السمسم زي ما انا حطيت كده. وبعد كده بتفرديها كويس وتدخليها الفرن على درجة حرارة عالية، فرنك يكون شغال من فوق ومن تحت علشان تاخد الوش الخطير اللي انتوا شايفينه ده وتجب معاكي في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مش قادرة اقول لكم على الحلاوة والتوريق بتاع الفطير خطير. يا رب يكون الفيديو افادكم، واتمنى تجربوه بنفس الطريقه وتكتبوا لي في الكومنتات كده طلع معاكم عامل ايه. واتمنى تنوروني بالاشتراك وكمان اللايك وكمان الكومنت الحلو. والسلام عليكم.